السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي قاله اليو ديانج عن النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي اللي عمله له فريق فالنسيا الاسباني؟ ايه موضوع العروض اللي جاية لامام عاشور؟ ايه موضوع الصفقات واخرهم الجزائري والعراقي؟ ايه المفاجأة الصادمة اللي كشفت عنها موظفة في الفيفا بخصوص شركة المراهنات وتأثيرها على نتيجة المباراة؟ ده اللي هنتكلم فيه في هذا الفيديو، فخليك معنا. نبدأ بالصفقات. واتكلمت انا قبل كده وكنت من اول الناس بفضل الله اللي اتكلمت على صفقة اخطاي عبد الله وعلي محمود اللي تمت بالفعل. بنضيف ليها النهارده اللاعب محمود صلاح. الصفقة تمت لكن في انتظار الإعلان الرسمي. في الطريق إن شاء الله إبراهيم عادل واثنين لاعبين مصريين محليين، لأن النادي الأهلي بيستهدف من 4 إلى 6 صفقات محلية، بخلاف صفقتين أجانب وتحديدا في مركز رأس الحربة أو الجناح، وممكن يبقوا 3، لان احنا عندنا العدد زي ما شفنا قبل كده واتكلمنا ان في 3 الاهلي بيستهدفهم، وهم سفيان بن جديدة المغربي، ومحمد ساليو بنجورة الغيني، وعلي علوان الاردني. وقلنا ان بنفس الترتيب اللي انا قلته ده الاولويه في التعاقد. القوس مفتوح ودخل او ظهر في الصوره او المعلومات اللي وصلت لينا اللاعب العراقي بيتر كوركس، واللاعب منصف بقرار اللي هو لاعب دينامو زغرب، وده لاعب جزائري. منصف بقرار ده راس حربة صريح وارقامه قويه جدا وممتازه. اللاعب اللي هو بيتر العراقي ده مواليد استراليا، حصل على الجنسية السويدية ولعب مع منتخبات الناشئين في السويد، وانضم للمنتخب العراقي الأول عشان جذوره العراقية، وأرقامه هايلة برضه ممتازة جدا. فالأهلي دلوقتي بقى المحيط بتاعه أو القوسين بتوعه هم ال5 لاعبين دول. وفيه أنباء بتقول إن سفيان بن جديدة أصبح قريبا جدا على أعتاب النادي الأهلي، وربما يكون تم التعاقد معاه بالفعل. برضو في مصدر في النادي العراقي اللي هو دهوك العراقي أو دهوك العراقي بيقول إن الصفقة بتاعت بيتر كوركس ده خلاص يعني هي منتهية، وبس محتاجة الرتوش الأخيرة. فيعني أنت كده بتتكلم عن سفيان وعن بيتر ده. طب منصف بقرار، فأنت خلي أنت القوس مفتوح لحد النادي الأهلي ما يعلن مين الاثنين اللي يختارهم من بين هذه الأسماء، وكلهم لعيبة ما شاء الله على مستوى عالي جدا. إمام عاشور فيه حسب شبكة تيم توك البريطانية بتقول إن نادي سيلتيك الاسكتلندي بيتحرك للتعاقد مع إمام عاشور ومهتم جدا بالتعاقد معاه، وبادئين برقم 4 مليون يورو. كمان الشبكة بتقول إن أندية ويست هام يونايتد وبرايتون وديربي كاونتي، كل هذه الثلاثي الانجليزي برضو مهتمين بإمام عاشور. كلام برضو الشبكة الانجليزية اللي هي تيم توك برضو بتقول ان نادي نيوم دخل في الصفقة وعارض مبلغ كبير. المعلومات اللي عندنا ان امام عاشور بيفضل الاستمرار في النادي الاهلي، ومش يعني تجربة الاحتراف الخارجي مش في دماغه قوي.
وهو سنه برضه يعني ما بقاش صغير، هو 28 وداخل على 29 سنه. لكن على اي حال النادي الاهلي الملف بتاع امام عاشور هيديره بالشكل المناسب، سواء الاحتراف بمبلغ يكون عالي جدا او تعديل عقده بالشكل اللائق والتمديد له مع مصطفى شوبير. دي اخبار الصفقات اللي هي بخصوص صفقات النادي الاهلي. اليو ديانج في المؤتمر الصحفي اللي عمله له نادي فالنسيا الاسباني، الراجل ده مخلص جدا للاهلي وهو لاعب ومخلص، وهو حتى بره لما بيجيب سيره النادي الاهلي لما سالوه الصحفيين عن طموحاته قال انا طموحاتي كبيره جدا، وان هو ما بيعرفش غير الانتصارات لانه جاي من نادي عريق جدا اللي هو النادي الاهلي. نروح بقى لموضوع المراهنات وقصة الموظفة اللي في الفيفا اللي حكت عن موضوع يتعلق بشركة مراهنات وما قد يكون له دور في التأثير على نتيجة المباراة بين مصر والأرجنتين. في البداية ايه علاقة الفيفا بالشركات المراهنات؟ الفيفا من ضمن مداخلها وارباحها الماليه اللي بتحصل عليها بتبقى مقابل بيانات ضخمه جدا ودقيقه جدا جدا بتديها لشركات المراهنات. بناء على هذه الداتا اللي بيغذوا بيها الكمبيوتر وبيبداوا الخوارزميات تشتغل، فممكن تتوقع نتائج مباريات، ضربات جزاء، اصابات، كانت تفاصيل دقيقه جدا لشكل المباراه وكانه سيناريو موضوع. كل دي توقعات، فبتفتح باب المراهنات مع مين؟ مع المتراهنين. الشركات دي بتحقق يا جماعه ارقام عالية جدا من الأرباح نتيجة إن ملايين قد يصل مثلا الرقم إلى مليار مثلا مشجع بيتراهنوا حوالين مباراة معينة. فلما هو بيخسر التوقع اللي هو المتراهن ده، المشجع ده لما بيخسر المبلغ بيروح لشركة المراهنات، فشركة المراهنات عشان تغريه بتديله نسب كده اختيار، ان نسبة فوز مصر كذا في المية، نسبة فوز الأرجنتين كذا في المية، احتمال ضربة جزاء كذا في المية. النسب المئوية دي بتلعب عليها الشركة وبتغري بيها المتراهنين. المشجع بيحط مبلغ $10 مثلا، إذا كسب بياخد $15، إذا خسر بيروح عليه $10. الموظفة الأمريكية في الفيفا بتحكي عن طريق صديقة ليها أمريكية مصرية الأصل، بتقول إن شركة مراهنات كبيرة جدا وضخمة جدا وتعاملاتها بالمليارات الدولارية في مجال المراهنات، كانت كسبانة ورابحة جدا طوال المباراة من فكرة ان الارجنتين هي اللي هتفوز. لكن اللي حصل في حاجة اسمها المراهنات الحية اللي بتحصل اثناء المباريات نتيجة الداتا اللي بتتحط وبتتجدد عن المباراة باستمرار. كل التوقعات راحت ناحية مصر، فالشركة لقت نفسها هتخسر أكثر يعني مليارات الدولارات. فقالت الموظفة إن ده يكون سبب كبير جدا في انقلاب الحكم المشبوه، الحكم الفرنسي، ضد منتخب مصر بشكل فاضح في وقت المباراة الأخير في الشوط الثاني تحديدا. هتقول لي وهو شركة المراهنات هي اللي فتحت الباب إن الأرجنتين تسجل 3 أهداف؟ هقول لك لا، ما تعملش كده، لكن سهل تأثر على الحكم إن هو يتحكم في نتيجة المباراة وتصل إلى اللي احنا شفناه بالشكل السافر اللي حصل.
اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.